قدوة كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة في أخلاقك، في أفعالك، في أقوالك. دينك على جبينك مخلي الدنيا تحلالك. طب ما انت تستاهلي الدنيا تبالك يا ملكة بجمالك وبروحك الحلوة. كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة. بنات كتير نفسهم يحافظوا على علاقتهم بربنا وبيشتكوا ان محدش مساعدهم او حاسين بغربة. وبنات كتير عندها حياء، بس للأسف من كتر ما اصحابها بيتريقوا عليها انها عاملة فيها شيخة وكده، بيحصل حاجتين: يا بتفقد الحياء وبتبعد عن ربنا عشان تساير المجتمع حواليها، يا بتنعزل وبتتجنب الناس وبيكون دمها تقيل جدا مع صحابها، وطبعا ده بيخليها مش سعيدة. أصل فطرة البنت هو الحياء، بس الشيطان بيتدخل عشان يغير الفطرة دي. الحياء يعني ربنا شايفني، ربنا بينظر إلي، وأنا في الشغل وأنا في المدرسة وأنا في الجامعة، ربنا معايا طول الوقت. خليكي غريبة، كل ما تحسي بضيق في كل خطوة ترضي ربنا فانتي ماشية صح. عارفة ليه؟ عشان طوبى للغرباء. رسولنا الكريم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. طوبى هي شجرة في الجنة، ربنا خلق لك شجرة في الجنة عشان تمسكتي في الدنيا بقيم ومبادئ صعب جدا ان حد يتمسك بيها دلوقتي، فالغربة تمنها الجنة. ودلوقتي بقى كل الكلام على السوشيال ميديا: مين عملت عملية ايه، ومين شكلها حلو ولا وحش، ومين ادت فرصة تانية، ومين مرضيتش تدي خالص. طبعا بقى ده اللي شاغل البنات الفترة الأخيرة. للدرجة دي بقينا خلاص. خليكي ملكة حتى بفكرك، ما تكونيش تابعة في عالم اللا شيء. ليه ما تكونيش انتي الجوهرة اللي كل الناس بتحلم تبقى زيها؟ دي نعمة كبيرة قوي، طول ما انتي ماشية بتاخدي حسنات. بس خدي بالك، دي مسؤولية كبيرة جدا، لانك لو رجعتي خطوة واحدة لورا في وراكي بيرجع خطوات. في حاجات كده للأسف كلنا بنقع فيها، وذنوب مش حاسين بيها، وبتتنافى مع الحياء والفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. عايزة ترتقي أكتر بعلاقتك بربنا؟ بلاش تسلمي على أي راجل غير محرمك. هيقولوا عليكي معقدة؟ خليكي معقدة في نظرهم، انتي اللي ماشية صح. رسولنا الكريم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حاجة كمان، مش لازم اللي واقف في آخر الشارع يبقى سامع صوت ضحكتك، اضحكي واتبسطي من غير ما تزعلي ربنا. وفي بنات كتير بتحب أول ما تدخل مكان كل الناس يبصولها وتبقى ملفتة للنظر، وده أصلا بيتنافى مع الحياء. ربنا أمرنا إحنا كمان بغض البصر، لأن إطلاق البصر بيتلف القلب. وطول ما انت قاعدة بتبصي على ده وبتتشاوري مع صحابك مين الممثل الفلاني الأحلى ومين الأجمل، كل الحاجات دي بتفقدنا الحياء. ما تتكسفيش تبصي في الأرض أو حتى في السماء، والله وانت بتتكلمي مع أي راجل. هو ده غض البصر اللي ربنا قال لنا عليه. والله ده أحلى إحساس في الدنيا، هتحسي إنك ملكة في عين ربنا وفي عين الناس، واحترام الناس ليكي هيزيد، حتى معاملتهم ليكي هتختلف، هيقدروكي ويحبوا كمان يعملوا زيك. وتيأسي، بصي للسما وقولي: يا رب قويني وارزقني الثبات. اوعي الغربة تضعفك وتهز قلبك، فحتى لو لوحدك فربك الكريم معاكي، فكوني غريبة مميزة غالية عند الله سبحانه وتعالى. كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة كوني قدوة في أخلاقك، في أفعالك، في أقوالك.